حياكم الله مشاهدينا الأفاضل متابعي قناة الساحة الفضائية أينما كنتم في برنامجكم استوديو المهرجان. بإذن الله اليوم وإياكم سنكون في لون الشعل وفي أشواط الجزء الأول 330 والفحل وإنتاجه. كما عودناكم دائما نكون في هذه الحلقات بصحبة زميل المبدع عبد الله بن رفعان. مساك الله بالخير أبو رفعان. يا مرحبا يا أبو محمد. شلونك طال عمرك؟ الله يمسيك بالنور ويطول عمرك ويحييك على كل حال. أمسيك بالخير وأمسي على السادة المشاهدين، وحنا سعداء حنا كل حلقة نتكلم عن لون ونتواصل مع المشاركين العام الماضي ومع اللي تجهزوا للميدان ذا الزمان. مصافحة متابعي قناة الساحة الفضائية مهما كان الموضوع بلا شك له طابع خاص. هم يعني يأمرون في كثير من الأمور اللي نحن نستطيع فيها ونقول لهم ممنونين بإذن الله. وجميع من يخدم الموروث الشعبي سواء احنا في قناة الساحة أو زملائنا في الأماكن الأخرى أو حتى اللي في الميدان. الحين ترى حنا يا أبو محمد حنا شغالين في استديوهات ونقدم برامج وكذا، ولكن غيرنا زملاء آخرين لهم يمكن شهرين وثلاثة وهم شغالين في الميدان. بلا شك لهم الشكر. لو رحت للسوق وكذا تشوف تجهيزات في الميدان وتشوف شغل وتشوف الشغل هذا فيه رجال قايمين عليه. فحنا الحقيقة دائما نجي في وقت المهرجان، وهذه الرسالة للجميع وجميع ملاك البل وجميع محبين البل ومحبين المزاينات. نجي في المزاين ونجد مدرجات ونجد ميادين مجهزة ونجد يعني شغل قوي. هالشغل ما جاء إلا متابعة. في الحقيقة يشكر ويقدم الشكر لمن هم خلف الكواليس، الزملاء اللي يعملون خلف الكواليس، ما هم قدام كاميرا عشان ندري عنهم، ما هم لكنهم يعملون بجهد لخدمة هذا الموروث الشعبي اللي لكل شخص من أبناء هذا الوطن الفخر أنه يخدم هذا الموروث وهذا التراث. أقرب مثال برنامجنا هذا يخرج للناس شخصين، خلف هؤلاء الشخصين عشرات إعداد فني، ديكور فني، إضاءة، إخراج، يعني مصورين، كل منتجين، شؤون فنية كاملة. يعني العمل البسيط هذا اللي أنت تراه جاهز ترى ما قام على جهد شخصين. المهرجان هذه اللي هنا، وعادك أنت وإدارة قناة الساحة بعد مشغلينهم دقيقين في كل شيء، متابعين معهم ودقيقين في كل شيء إلى أن يطلع العمل إن شاء الله على الوجه المطلوب، لأن من نتعب له يستحق ذلك. وهو مثله متابعين سواء ملاك إبل أو محبين لهذه الرياضة العريقة، نعمل جاهدين علنا نصل إلى الحد الأدنى من رضاه بإذن الله. شوط 100 وما أدراك ما شوط 100. العام الماضي كان فيه تنافس قوي في الشعل، ويعني الجميع رأى حدة التنافس خصوصا في الشوط في المركز الأول والثاني ما بين الفطيماني وحنس بالخيل، ثم يليهم الغربي حتى نهاية المشاركين. طبعا كل الناس رأوا هذا الشوط الحامي والقوي وقوة الزين وندره اللي حضر في هذا الشوط. الزملاء أعدوا تقرير بهذا الخصوص. نعود بمشاهدينا بالذاكرة إلى شوط العام الماضي خصوصا شوط الشعل 100، فيبقوا معنا. يا ولي العهد مشكور يا من الشباب، يا الاصل اللي على منهج اجداده وباح، حرصكم دايم نجله ويحسب له حساب، مجدكم مبني وحده مثل حد الشباب، الفخر في مهرجان المؤسس للركاب، والشرف واضح لجمع النشامه ما غضب، في مصافحة الملك صاحب المجد المهاب، عزي يشرف وفخر ما كبا، والمزايا الحنان منافس الجرد الرقاب، والنشامة كل واحد من الطوه يبا، والبل تنقل القمة وتشيل الزهر، الوفا معها ذكاء والهفا معها غبا، شانها فوق السحاب يبويه فوق التراب، عزها الله قبل قصة سليمان وسبا، وفوقها شال وابتدى الدين الصواب، صابره في القلب وتعيش والارض شهبا، كان ربي حاطه معها على جالك
مهرجان موحد الدولة ومفتك الرهينة، الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره، الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره. حياكم الله مشاهدينا، عدنا لكم من جديد بعد متابعة هذا التقرير الذي شاهدنا فيه فعلا قوة الحلال، وشاهدنا فيه زين الشعل الصحيح. أيضا شاهدنا بعض التكتيك اللي اتبعوه خصوصا صفوف المقدمة في التناسق بين البل، شاهدنا هذا جلي خصوصا في صدر البل سواء الأول أو الثاني أو في بعض المراكز. يعني أنت ذكرت أثناء التقرير أنه فيه مراكز في الوسط فعلا حصل بينهم تنافس قوي واهتمام في الوسط بالذات، لأن أحيانا امتلاك الصدر يكون صعب، لكن إذا اهتميت بالوسط والأخير بيقدمك مراكز. تفضل أبو رفعان. فعلا احنا شفنا العرض وشفنا الرعاية اللي عرضت العام الماضي في شوط المياه، والحقيقة هو طبعا تصدر المشهد، وكانت المنافسة بين حنس أبو الخيل وبين أبو صقر مطلق الفطيماني. مطلق أخذ المركز الأول وأخذ المركز الثاني حنس أبو الخيل. أذكر في النسخة الأولى كان الفطيماني وحنس أبو الخيل كلهم داخلين مع ذيدانهم يوم تدخل المنقيات، وواحد منهم الله يعلم منهم جايب له طلي غدا وهم عند المحل وجايين في ظلال الموتر ويتغدون جميعا ومصحن واحد يسولفون. التنافس اللي بين حنس أبو الخيل وبين الفطيماني هذا شيء يعني حنا يا جماهير نبيه، ولكن ترى التنافس اللي يصير بينهم في وقت المزاينة في الميدان ولا بعد الميدان كلهم ربع وكل منهم يغلي الآخر، تجمعهم مناسبات وتجمعهم مصالح وتجمعهم معرفة، هذا الكلام. لكن أنا أقول إن حنس أبو الخيل والفطيماني أنهم دعموا سوق الشعلة وطوروا يعني وحركوا الجمهور في مجال الشعل، فغيرهم في الألوان الأخرى. لكن أنا أتكلم الآن عن فئة المياه وعن التنافس اللي صار، لأن تنافسهم صار قوي. أبو رفعان، يعني ودي تحدثنا بصراحة أكثر عن وش ميز 100 الفطيماني اللي خذت الأول. شوف، هو ترى حتى حنس ومنقية حنس اللي نافست الفطيماني ما هي بغيرها، منقية قوية وتنافس بقوة، لكن مهما كان الأمور المنافسة أحيانا يتقدم عليك في صدر البل بشيء بسيط مثل ما تكلمنا، أو يتقدم عليك يعني بشيء مو بالفارق القوي. يعني أنا ذاك اليوم مع الجمهور، حد يرشح حنس وحد يرشح الفطيماني. ممكن تكون العاطفة لها دور في الجمهور، لكن تقييم الخبراء والمحللين يكون أدق شوي. الفطيماني تعب على منقيته وشرى مشتريات قوية، يعني كان ولده عبد الله يتابع 100 كرش على له يروح لين يوقف عليها، وشرى مشتريات قوية. عبد الله راعي نظر وصقر راعي نظر. اي نعم. حنس أبو الخيل ملتقي معنا في المهرجان، يقول أنا عندي باعر يتعرض توكم الحين، والله لو يذكر لي شعلان طيبة إن ظهر وروح نوقف عليها من الميدان. وهي خلاص قد عرضت، هي تعرض منقيته بس قصده في مشتريات يبيها للسنة الجاية النوادر الشعل. جميل. إنها لا تذكرني النادرة رحت وشريتها، وكلهم كفوا يستاهلون وكلهم رعاية ما هي بسهلة. بندر بن شوية
راعي إشعلاء، ووالده غفر الله له راعي إشعلاء، وحصل على النخب مرات عديدة في بداية المهرجان. وكلنا نعرف أول مشترى قوي أو من أوائل المشتريات القوية مشترى صحن بن غنيم الله يغفر له من الجعيب، شاري منه تقريبا 1415 من 250. وذاك الحين 250 قليل انها تدفع. 250 في ناقه ماخذ منها 10 مليونين ونص، من اللي يدفع المبلغ ذا في ذاك الوقت؟ الا ان يعني دليل على ان صحن بن غنيم انها يدور الزين من بدايته. فلا نستغرب اذا لقينا بندر بن صحن انه يهتم بالشعلة ويهتم بالزين، وهذا امر متوارث بينه منه ومن اخوانه ومن ابوه، وكلها شويه اللي في الحمر واللي في الشعل واللي في الوضح واللي ريجي لها لبل وهالمغتر صحيح. شفت بندر بن صحن بن شويه، منقية بندر بن صحن بن شويه امها تنخب ومعروفة بالانجازات ولها انجازات خطيرة وقوية، وتوقع يعني تراه خطير على الرقمين اللي قدامه خطرا قوي. ليش؟ لانه رجل ميادين وراعي نظر ولها انجازات قوية، فحنسب الخيل والفطامان لا يمنوا. ما في شك. وبعيره طول عمره عيال منتج وانتاجه شاهد له معروف يعني، فعنده تعزيز انتاج قوي. هلا المركز الرابع اللي هو الغربي زيد بن سعود الغربي حصل عليها ايضا باقتدار بعد منافسه قويه كانت بينه وبين اللي امامه هو صاحب المركز الخامس. نعم، زيد الغربي ابو سعود راعي انجازات وراعي تواجد في المزاين وفي الشعر خصوصا تواجد قوي، ونافس بقوه. وترامية الشعر كانت المنافسه فيها قويه جدا. بعض الالوان تعين لك رقمين ولا ثلاثه اللي قدامهم اللي متنافسين وهم اللي التنافس بينهم قوي، لكن ترامية الشعر تراها متسلسله كلها منافسه قويه. ما في شك. المركز الخامس المشوح عمر بن سعد مشوح، وهو رجال بدأ مؤخرا في دخول المزاينات، اشترى بالحسين بن جار الله الحبابي وهي مشتركة في مزاين أيضا في مهرجان الملك عبد العزيز، ويعزز لها باستمرار، ورجال راعي شعل، وحصل لو انه يعني مبلغ بقوية ما حصلت على المركز الخامس في نوادر الشعل. اي نعم، عمر مشوح ترى خذ الخامس، وهو كان اذكر والله مدري السنه اللي راحت او اللي قبلها محقق مركز متقدم جدا. نعم كان اقدم من كذا، كان اقرب شوي، لكن ترى شوط الشعر قوي. انا اقول لك شوط الشعر المياه كلهم قوي. في اسماء المياه فيها ناس ترى فيها اسماء قويه ما دخلت العام الماضي، في اسماء يعني بعطيك على سبيل وعساهم بيجون ذا الزمان. لا ان شاء الله بيجون ان شاء الله، بعضهم يعني الخنفور سمع انه بيرجع، هو احد الاسماء اللي معه ندر حلال قوي، والسنه اللي قبلها نافس بقوه على المركز الاول. فعلا. المركز السادس كان بمصرقع راشد بن سلمان، وحصل عليها ايضا بعد منافسه قويه. هو بمصرقع تعب جدا، لا في المشترى ولا في الانتاج، منافسه قويه وهو يستاهل. السابع والثامن كان بين بن ساير صالح العتيبي وطاحوس بن ذيب ايضا العتيبي، وكانوا الحقيقه اثنين بينهم تنافس قوي في البل، وشفنا التقارب القوي بين هذين المركزين. نعم فعلا، ابن ساير وابن مشنوطه كان منافستهم قويه وشعرهم والله قويه، لا مشترى ولا تعزيز وانتاج، وذا السنه كل منهم بعد ما قبل انقبال قوي. يعني ابن مشنوطه انا اشوف تصوير وتصميم في السنابات وكذا انها متجهه للميدان وبتجهيز قوي وباستعداد قوي. جميل. التاسع صقر بن مطلق بن صقر الفطيماني، طبعا هي الخط الثاني للشعل، لا مطلق بن صقر حصل عليها صقر بن مطلق، وكان معها فيها شعلا طيبه الحقيقه، كانت تدخل مع حتى مع المياه، لو انها بيلقون الرديف بيلقون منها اللي بيناسب ابنهم. هلا هذا دليل على انها ابن ايضا معتنى بها وابن منقاتهم بعنايه. ودليل بعد على ان الفطيماني طال عمرك ماركه في الشعل. الفطيماني طول عمرك 100 ناقه تنافس وما اخذت الاول، و100 ناقه لولده ما اخذت التاسع، فهذه منافسه قويه ما هي بسهله. ما في شك. العاشر كان محمد بن سعد بن محمد السبيعي،
حصل على المركز العاشر، والعام شارك في هذا الشوط القوي، ويعني أنه يحصل على مركز في 10%، هذا يعتبر إنجاز مو بسيط. اي نعم، محمد بن سعد رجال منتج ومهتم بالإنتاج ومهتم بالشعل، ونافس وتأهل من ضمن العشرة، والتأهل دائما من ضمن العشرة يعتبر يعني إنجاز، يعتبر إنجاز، لأنك أنت متأهل من ضمن العشرة ب100 ناقة، مو بسهل. معنا اتصال من الغربي من زيد بن سعود، وهو الحاصل على المركز الرابع ابو مسفر. عبرك الساعات. زيد الغربي، مساك الله بخير ابو سعود. مساء النور، يا هلا والله ومرحبا. وشلونك طال عمرك؟ والله بخير وبالسلام. العام يا ابو سعود حصلت على المركز الرابع في شوط 100 الشعل، وانت راعي شعل وراعي مزاينات من ايام مرقيبه، ولك حضورك القوي. حدثنا عن مشاركتك العام. والله مشاركتي العام شاركت من زملائي واخذت المركز الرابع. المنافسه العام كانت قويه تراها؟ المنافسه هي قويه، ما حد يجي ميدان عبد العزيز الا اللي قوي. السنه هذه بتشارك يا ابو سعود؟ ان شاء الله ايه بشارك. وش الاشواط اللي بتشارك فيها؟ مشارك في المية، ومشارك في الفرديات، ومشارك في ال20. 20 نخبه. اي نعم. 20 نخبه بيكون في تنافس قوي يا ابو سعود. اكيد. جينا عارفين بالنافس. جميل. تعدد الاشواط للمنافس، ترى انه امر في صالح المهرجان؟ اي بالله، المنافس في صالح المهرجان، وفي صالح الزبون، وفي صالح اللي يبيع، وفي صالح اللي بيشتري. لا اللي بيشتري لا، ولكن في صالح اللي بيبيع. اللي بيشتري بينافس ويدور لوايل يا ابو سعود. اي نعم. طيب تعزيزك هذه السنه يا ابو سعود عززت؟ تعزيز، اي نعم تعزيز، عززت وعززت بالحري وعززت بالمشتهى. كم عدد اللي بتدخل مع ابلك زياده على اللي شاركت العام؟ حوالي 25. الانتاج منها كم يا ابو سعود؟ الانتاج منها 5 أو 7 أو 5 أو 7. والباقي مشترى؟ مشترى اي نعم. وشلون الاسواق؟ ها؟ الاسواق وشلونها؟ سوق الزين، سوق النادر؟ الاسواق والله الاسواق غاليه، ما عليها الكلام. الاسواق متوفر الزين ياخذ حقه. متوفر النادر؟ والله لا والله ما هو متوفر النادر، ما هو متوفر، ولكن النادر اذا من عند الرجال يعني يجي يدوره 1 2 3 يعني منافسه. جميل. معنا زميلنا عبد الله بن رفعان ايضا. مرحبا ابو سعود. يا هلا والله. وشلونك؟ عساك طيب. الله يبارك فيك ويسلمك. ابو سعود اعلنوا عن مزاد النخبه، بيجي لك مشاركة فيه، اما بايع ولا شاري؟ شو؟ مزاد النخبه. اي نعم. لا والله مزاد النخبه ما شريت ما بعت، انا ما ابي انا. اي نعم. جاك سومات قويه ولا بعت؟ اي جاني سومات قويه ولا بعت. طيب لو دبل السوم بتبيع؟ والله لو يدبل كم من مره ما ابي. كفو. ابيع بعد. والله كفو، والله كفو يا ابو سعود. طيب ابو سعود اسلم. الفحل اللي انتاجه لاحقا المنقيه، وش ساسه ولا وش اصله؟ والله اساسي الفحل شيء من الطاري اللي سوق البل، شفت مع شو اسمه العاب. نعم. قبل الموسم وضربته وانتج بكارم طيبه، وهو يقول انه على والله ما ادري ايش يقول على بحري بالتمر. طيب ابو سعود، هلا محبينك وجمهورك اللي ينتظرونك في الميدان وش تقول لهم؟ اقول لهم والله يحييكم ويرجعكم. وبنافسينك اللي يتحدونك في الميدان وش تقول لهم؟ اللي منافسين ما ينافسني حد، واللي ينافسني الميدان قدام. الله يوفقك ان شاء الله. والله ما عمري نافست احد ولا ينافسني احد من يوم جيت في البدايه. والله كفو يا ابو سعود، شاكرك اتصالك، الله يحفظك. هلا مرحبا. شكرا. مرحبا. ابو سعود ما عنده الا الكلام الواضح البين،
يقول المنافس مرحبا واللي جاي يشجع مرحبا ومسهلا، وحنا مشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز معزز ب20 أو أكثر من 20 ومعه بعير منتج، ويقول للي قدامنا لا تامن اللي جايك ذا الزمان شاد حيله. نعم. زيد الغربي، أنا أول شيء أهني زيد الغربي على محبة الناس له، يستاهل محبة الملاك ومحبة زيد الغربي. ليه؟ لأنه رجال نسيده، الكلام الصدق بيقوله ولا عليه من أحد. ويوم قلت المشاركة قال سوقت ذودي وشاركت وعودت على أهل. يعني ليه؟ لأنه رجال واقعي، رجال يبي الشيء اللي يدعم سوق البل، الشيء اللي يدعم أهل البل، الشيء اللي يشجع البادية، يشجع أهل البل، وبيض الوجه، نافس منافسة قوية وبيستاهل، وهو راعي إنجازات وراعي ميدي. واللي يعجبه شيء من مكار الغربي لا يتعب نفسه، يقول ماني بايع له وتدبل كم مرة. الله. جميل. بهذا انتهينا من شوط المياه. عندنا شوط آخر أيضا مهم، شوط 30. شوط 30 كان قوي العام الماضي، في أسماء قوية جدا وحصل فيه مشترى للنوادر وأسماء تبحث عن الأول بقوة ودفعت في ذلك الملايين. الزملاء عدوا تقرير بهذا الخصوص، مشاهدينا مع 10 فائزين في شوط 30 لون الشعل، فيبقوا معنا. يا هلا بالودة وللداد والبساط منها انفتح باب تنافس للجمل وما الحواره. الربيع من أوله مرخي من المشاغشينه، والربيع الثاني العشاقه تلقى البشاره. السحاب نشوف برقه والرعد نسمع دنينه، والمزايا نحدد له موعد وصدر قراره. من يبي كسب الأوايل لا يقول الدرب وينه، الوعد في المحفل اللي كل ابونا بانتظاره. رجعنا بواحد الدولة ومفتكر هنا، الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره. يوم جت عصا نضعت نقول العزي واربعينه، هلل وكبر صلاة الصبح ودن في المناره. وانقضى ليل ظلامه يحجب انوار المدينه، وابتدى صبح تقول العيد يوم اقبل نهاره. ايتمتنا البور صبر وعزم والناقه سفينه، والله المعبود ومحمد رسول الله شعاره. يا فوق اخطامها الا من يساره في يمينه، لا يريح سيفه الا من يمينه في يساره. انا بالفقر وبهالعماهيه ويا وزينه، حبها ما يختلف رغم التطور والحضاره. من غضاها يعطي الوبال ما تملك يدينا، يوم يذكر فضلها يوم الدهر عسكر غباره. قد ذكرها الله تعالى ضمن الآيات المبينة، في حديث المصطفى مذكورة ترى وترى. لا غريب ان الملك سلمان طال الله سنينه، يوم يجعل الابل في المملكة نادي وداره. وافتخر في حزمه وعزمه وفي عطفه ولينه. حياكم الله مشاهدينا، عدنا لكم بعد هذا التقرير. شاهدنا ال10 الفائزين العام الماضي بمسفر. العام حضر أسماء قوية وحضر أسماء قديمة وأسماء اللي أول مرة تحضر، وكان شوط تنافسي قوي فعلا. ودنا تحدثنا بسرعة أبو الفعان. هو شوط 30 الشعل العام الماضي تراه تحرك وجاء فيه من المبيعات القوية، يمكن ما جاء في بعض الأشواط المتقدمة مثل 50 مثل 100 في ألوان أخرى وكذا، لكن 30 الشعل جاء فيه منافسة قوية وجاء فيه يعني دفع مشترى قوي. فعندك طال عمرك ابن شواشان اللي أخذ المركز الأول شرى مشتريات قوية ومشتريات ما هي بسهلة. ابن ملحم اللي أخذ المركز الثاني جاه سوم وعرض بيعات قوية، يعني قبل إعلان المشاركة كان في مفاوضة عن بيعه وكذا بينه وبين أصحاب النخب. نعم معروف. لكن بعد ما أعلنت المشاركة
واعلى مشاركته قال معاد لي عن الميدان بجناب، ولو مثل ما قال غربي لو تدبلونه كم مرة، وفعلا أسوأ من قوية ولا باع، ونافسوا منافسة قوية، وابن شواشان قوي، وفلاح بن ملحم قوي، وكلهم أهل الميادين. المركز الثالث كان مهنا المزروعي العنزي راعي العرفاء. نعم. الرجال جهز له 30 قوية، ويعد هذا العام بمشاركة قوية جدا وبفرديات أخرى غير العرفاء. مهنا العنزي المزروعي تقدم باسم عنزه ونافس وجمل منافسة قوية، ومنافسته العام الماضي كان شوشت بجمهوره سواء من عنزه ولا من غيرهم، والرجال اشترى وعزز وجهز ودحم الميدان ويستاهل. وهو يعني مهنا العنزي أتوقع أنه من الأسماء اللي بعد في المستقبل بيصير لهم تواجد في الشعر قوي قوي جدا. جميل. المركز الرابع كان نواف بن ناحي العتيبي، نواف بن ناحي بن معيض أيضا راعي فرديات، واسمه مرتبط بفرديات الزين، حصل على المركز الرابع وكان باقتدار. يعني نواف بن ناحي الفردية ما أخذتنا عام الأول، ما أخذتنا الأول وفي الدق، وذا الزمان شاركت وخذت الظهر الثالث، والمنقية تتنافس في الجمل في 30، وحقق مركز مو بسهل. اللي قدامها طال عمرك رجال مشتري مشتريات قوية، ورجال داعمين مشترى قوي، ومشترى مو بسهل. ونواف بن ناحي ترى راعي انتاج في الشعر، انتاج قوي ومهتم بالانتاج. جميل. ومهتم كذلك بالمشترى، وتواجده في الميادين فرض نفسه. بن سويد عبد الله العجمي، وهو اسم غني عن التعريف، حضر العام في شوط 30 وحصل على المركز الخامس. عبد الله بن ناحي من الأسماء القديمة في الشعر. الخامس كان ابن سويد مثل ما قلت، وابن سويد راعى الفردية اللي أخذناها في المزينات من على وقت مرقابة وعلى السنين الأولى، وهو وينافس دائما في الشعر منافسات قوية سواء في الفردي ولا في الجمل، ونافس وخذ الخامس والخامسة أرقام المتقدمة كلها أرقام قوية هي سهلة ما في شك. كان ابن كميخ العجمي أيضا سلطان، حصل على المركز السادس، وكان العام مع شولن طيب الحقيقة. شولن نافست ولفتت انتباه الجميع. ابن كميخ ذودة قوية اللي جات. ابن كميخ شارك مشاركة قوية، ونافس منافسة قوية، وقدامه منافسين قويين، قدامه شوط الناري، قدامها يعني منافسين هالمشترى قوي وهالانتاج قوي، واخذ المركز السادس ويستاهل. اللي بعدها كان ذو دين بينها تنافس، كان سعود بن خالد بن سعود بن حثلين راعي جلادة، وفهد بن سعود العتيبي. حصل فهد بن سعود على المركز السابع، وحصل سعود بن خالد على المركز الثامن، وكان بينهم تنافس العام. نعم، هو كان طال عمرك فهد بن سعود بن درمام ماخذ المركز السابع، وهو معز تعزيز قوي، ورجال راعي مشترى قوي ويستاهل. كان سعود بن خالد بن سعود بن حثلين ماخذ المركز الثامن، فخالد بن سعود بن حثلين ماخذ الأول في الإنتاج، وترى أحيانا المشارك يشارك في أكثر من فئة، فلما عزل الندر الطواي بالإنتاج لأن خالد بن سعود راعي جلاد فعنده إنتاج قوي، لو أن إنتاجه مع 30 أو معزمة في 30 اللي شارك بها كان المركز متقدم جدا، ما في شك. لكن هو خذ الأول في الإنتاج وخذ مركز في الثامن في 30. ودائما المشارك يصير مجتهد في شوط، مثلا اجتهادي في الإنتاج، والشوط الثاني مجرد مشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز وباقي ذودي إن حققت مركز ولا الأمر سهل. ولا خالد بن سعود يعني إنتاجه ومشترياته يشتري مشتريات قوية. التاسع بداح بن حماد الدوسري، وهو راعي شعل، ويعني شارك العام ودحم الميدان وحصل على المركز التاسع، وكان المركز العاشر حصل عليه سعود بن هلال الشيباني. نعم، هو بداح بن حماد وسعود بن هلال نافسوا منافسة قوية، نافسوا في شوط قوي، وكلهم طول عمرك مشتريات قوية، ورجال ينتجون رجال يتعبون على الفحول الطيبة. جميل. وفعلا شفنا نتائج المشترى وشفنا نتائج الانتاج الطيب وشفناها في الميدان. معنا متصل الحاصل على المركز الرابع، وهو راعي الفردية اللي أخذت قبل العام الأول، والعام الماضي حصلت على المركز الثالث، وهي فردية قوية جدا في مجال الشعل.
معنا نواف بن مناحي بن معيض العتيبي. ابو مناحي مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساء النور والسرور، يا هلا والله ومسهلا. وشلونك طال عمرك؟ خير الله يحفظك ويسلمك. العام وقبل العام أنت مشاركاتك كانت فاعلة، حصلت فرديتك على المركز الأول، والعام الماضي حصلت على المركز الثالث، وكانت فردية الحقيقة محط أنظار الجميع وملفتة انتباه. الله يسلمك ويطول بعمرك. أنا شاركت طال عمرك السنة الأولى، أنت تقول السنة الأولى أخذت الأول والثانية أخذت الثالث، لا هي بنفسها. الأولى ذيك اللي أخذت الأول جت العام وطلعت برا العشر، أختها اللي جت وأخذت المركز الثاني. جميل. أبو مناحي أنت شاركت العام الماضي في شوط 30 وحصلت على المركز الرابع، وشاركت أيضا بفردية وحصلت على المركز الثالث. حدثنا عن المشاركة العام يا أبو مناحي. تكلم شيء بخاطري قبل أسئلتكم، الله يحفظكم. تفضل. أول شيء نشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على دعمهم اللامحدود لنا يا ملاك الإبل. ونشكر الشيخ فهد بن حثلين رئيس النادي على جهوده الجبارة. في كل سنة يجي تطورات ويجي شيء ما كنا نتوقعه، وكلها من الله ثمنا وبيض الله وجهه. وذا السنة جاب لنا الأمير خالد بن سعود اللي كنا نتمناه لنا كم سنة. خالد بن سلمان. الأمير خالد بن سلمان الله يطول في عمره. اللهم آمين. وجانا في مرقيبة وفقدناه، ولكن الحمد لله اللي الله رجع لنا مرة ثانية. جميل. وما بالنسبة للمشاركة، شاركت في 30 السنة اللي فاتت وأخذت المركز الرابع، وشاركت في الفرديات وأخذت المركز الثاني. جميل. الفردية اللي شاركت العام وش سالتها يا أبو مناحي؟ الفردية اللي شاركت العام بنت بعير الأجرب، بعير الأمير فيصل بن سعود بن محمد. هي على الأجرب. أي نعم. جميل. السنة هذه لك نية مشاركة؟ إن شاء الله بإذن الله. وش الأشواط اللي ناوي تدخلها؟ والله إن شاء الله في 30 الشعل وفي الفرديات. وش الفرديات اللي ناوي تدخلها؟ دق ولا جل؟ فرديات الدق 3. وحدة العام أخذت قبل العام الأول، والعام جت ولا فازت، ما حالفها الحظ. جميل. ومرجح لهم السنة دي إن شاء الله. واللي أخذت العام المركز الثالث إن شاء الله ذا السنة بعد جاية، وجاية أغسل أصغر منها بإذن الله. كلها على بعيرك؟ إيه نعم. لا 2 على بعيري وحدة لا مشترى. حصل عندك أسوام يا أبو مناحي؟ والله الأسوام ما فتحت مجال، لكن الاتصالات كثيرة، لكن ما فتحت مجال. يعني ما عندك رغبة بيع؟ لا إن شاء الله. السنة هذه تعزيزك عن منقية العام الماضي كم الزيادة؟ هو التعزيز في تعزيز، لا من إنتاج ولله الحمد. أنا عندي بعير يلا لك الحمد والشكر، كلها بركة. كل سنة ملحق لي جولة وإن شاء الله لك الحمد. وجولتي إن شاء الله إنها فرديات، كل سنة نفاجئهم فردة بكرة بإذن الله. ما شاء الله. وكلها بفضل الله الأمير فيصل بن سعود بن محمد الله يطول في عمره. الله معطيني إياه ويلا لك الحمد والشكر. هو يعطي وأنت تستاهل يا أبو مناحي. تستاهل الطيب الله يحييك. والحين نابت التجار اللي يشيلون الملايين من فضل ربي بنات البيت. مرحبا أبو مناحي. يا مرحبا ومسهلا. وشلونك طال عمرك؟ خير الله يسلمك ويطول في عمرك. أبو مناحي الله يبقيك ويحييك. أبو مناحي ودنا طول عمرك تعلمنا كم اللي لاحقنا المنقية هذا الزمان من إنتاج البعير. اللي لاحق ذا الزمان اللي بيشارك معي. اي نعم. كم عددها؟ لاحقا 4. ما شاء الله. وعززت 4 على مستوى الزاين ولا هم فيهم بركة، لكن 4 اللي أنا أتكلم عنهن من الصدر الأول. اي نعم. وفيه مشتريات معها ولا ما شرت شيء؟ لا المشترى لابد منها، التلحيق لابد منه. اي نعم. طيب محبينك وجمهورك اللي ينتظرونك في الصياهد وش تقول لهم؟ اقول يبشرون بس سعد، ما لهم ولا شيء يفرحهم باذن الله. والله كفو، ودائما معودهم على الطيبه. ما عليك دول، احنا مجتهدين وكل سنه مجتهدين ويلا لك الحمد وبتوفيق رب العالمين. وذا الزمان عقب ما جاء الامير خالد بن سلمان زاد الاجتهاد اجتهادين.
ومنافسينك اللي يتحدونك ويقول عسى الله يجيبها في الميدان، وش تقول لهم؟ اقول بشروبي. والله عسى الله يجيبكم انتم. والله كفو والله يوفقك. والله يوفقنا وإياها والتوفيق الطيب والدعوة كلها مشاركة واجتماع ووناسة ويا لك الحمد. اللهم لك الحمد. أبو مناحي شاكرين لك. سم الله يجيب علينا الأمن والأمان. اللهم آمين. احنا نشكر لك تواصلك يا أبو مناحي، ونتمنى لك ولجميع المشاركين التوفيق. يا مرحبا ومسهلا وبيض الله وجيكم والله يوفقكم وياك الله يحفظك. شكرا. نوه بناحي رجال منتج ويشري، وعنده بعير منتج ما شاء الله، سلالة عريقة في الشعل. يعني شارك العام الماضي بفردية وحصلت على المركز الثالث، العام اللي قبله حصلت على المركز الأول في دق الشعل، وإذا حصلت منقيته على المركز الرابع في 30 فله بغريب. فعلا ترى نوه بناحي ينافس منافسة قوية وماخذ المركز الرابع، وما اللي قدامه الثلاثة اللي قدامه رجال تجار، رجال يشترون ملايين قوية. زين، فاحيانا لو صار رجال راعي انتاج وبدوي وراعي ناقة وينافس له تجار يشترون ملايين، زين، فهذا تصير مشاركته لها طعم، بخلاف التاجر اللي ينافس له تاجر ولكن يعني هو مهتم بالانتاج وراعي انتاج وراعي فحول منتجه. والله يبارك له ان شاء الله، وباذن الله ان نشوفه كل ميدان في المزايا. اللهم امين. بهذا ننتهي من شوط 30 الشعل، ويتبقى لنا في هذه الحلقة شوط الفحل وإنتاجه، وهو شوط قوي وحضر فيه الحقيقة فحول قوية. المراكز فقط 4. طبعا لمن يتساءل ليش ما كانت 5، لأن في فحول لم تتطابق الإنتاج مع الفحل فاستبعدت. الزملاء عدوا تقرير خاص بشوط الفحل وإنتاجه للون الشعل، فابقوا معنا. جبان ورا المدينة وابتدى صبح تقول العيد يوم أقبل نهاره، اعتمدنا البور صبر وعزم والناقة سفينة، والله المعبود ومحمد رسول الله شعاره. راية فوق اخطامها الا من يساره في يمينه، لا يريح سيفها الا من يمينه في يساره. أنا بالفقر بهالأماهي ويا وزينة، حبها ما يختلف رغم التطور والحضارة. من غضاها يعطي الوبال ما تملك يدينا، يوم يذكر فضلها يوم الدهر عسكر غباره. قد ذكرها الله تعالى ضمن الآيات المبينة، في حديث المصطفى مذكورة ترى وترى. لغريب ان الملك سلمان طال الله سنينه، يوم يجعل له بالمملكة نادي وداره. وافتخر في حزمه وعزمه وفي عطفه ولينه، واندعى الشعب السعودي كلنا رهنا لشاره. سيدي سلمان يمنى الخير ومحمد عوينه، كانهم سيفين والنخل وطنا وازدهاره. من شموخ طويق دوم الرساوة طور سينا، يوصف اللي عن كثير الوصف يكفيه اختصاره. ذاك ابو سلمان ما حط الصدارة تدمع عينه، غير منهم بالصدارة والذي بعد الصدارة. لين وصلنا الثريا والقمر والفرق دينا والامور الكايدات. حياكم الله مشاهدينا، عدنا لكم بعد هذا التقرير والذي شاهدنا فيه فحول منتجة، فحول لها اسمها ومعروفة عند أهل الحلال سواء شعل أو غيرها من ألوان المغاتير. حصل أبو مسفر عيال لبندر بن صحن بن شوية على المركز الأول، وحصل طفحان لمطلق بن صقر بن شوية راعي الطوافح على المركز الثاني. حصل علوش
بن ناصر بن علوش على المركز الثالث وفحلهم منتج معروف، وحصل بعير حمد بن جفران السبيعي على المركز الرابع، وهو أيضا من الفحول المشهورة والمعروفة. نعم. شوط الفحل وإنتاجه كان في العام الماضي كان ماركات، وكل المشاركات اللي شاركوا في الفحل وإنتاجه نجدهم متصدرين في أشواطهم، ومتصدرين في أشواطهم بمشترى وبكذلك بإنتاج فحولهم. كان المركز الأول مثل ما قلنا بندر بن صحن من غنيم، وبندر بن صحن يعني يعتبر اسم ماركة في الشعل وفحول منتجة في الشعل، والعيال وغيره من فحول بندر بن صحن، فحول النوادر، فحول نخب، فحول يعني بناتها دائما في الميادين. كذلك مطلق بن صقر الفطاماني، احنا شفنا قبل شوي مشاركة ب 200 ناقة، 100 المطلق و100 الصقر، وفحولها وانتاجها انا اشوف هالايام يعرض في الجوالات. بكرة انتاج عند مطلق الفطاماني فاخرة، يعني شيء فاخر. فكذلك علوش بن ناصر بن علوش، ابن علوش العجمي تراه مهتم بالفحول وبإنتاجها أكثر من الاهتمام بالشر. وراعي إنجازات يعني سواء في الكويت أو في المورد الشعبي أو هنا في السعودية، راعي إنجازات. الله لا، راعي إنجازات وينافس له يجي له المشتريات قوية ومعه إنتاج قوي، إنتاج يهتم بالفحول وغير السلالات. وهذا الشيء اللي خلى علوش بن ناصر متميز دائما في مشاركاته، يعني شارك في الجمل وتميز، وشارك في الفحل إنتاجه وتأهله ويستاهله، خذ المركز الثالث. كان حمد بن جفران، وحمد بن جفران اهتماماته بالشعل واهتماماته بالفحول قوية من أول. حمد بن جفران تعرف بن جفران من أهل الشعل اللي يشاركون دائما وينافسون ويحققون مراكز متقدمة بلا شك. أي نعم. وبنات فحلها معروفته وتعينها مع العربان كله. بهذا انتهينا من شوط الفحل وإنتاجه، وأيضا ننتهي من كافة الأشواط في هذه الحلقة المميزة والغنية بالكثير من المعلومات والاتصالات، واستعرضنا فيها أيضا تقارير، شفنا الحلال اللي شارك العام بقوة، وأيضا أعطينا بعض المقدمات عن مزاين هذا العام النسخة الرابعة مهرجان الملك عبد العزيز. الحقيقة قدمنا كثير معلومات، إذا عندك شيء تبي تختم أبو رفعان. حنا طال عمرك نخاتم سلامتك وسلامة السادة المشاهدين، ونتمنى نحن في هالحلقة وفي كل الحلقات نحن نقدم الشيء اللي يخدم المتابعين وجمهور قناة الساحة وجميع من يهتمون بالموروث الشعبي. حنا بإذن الله حنا مجتهدين في كل حلقة، وعسى الله يوفقنا ويجملنا ويجمل كل مسلم. اللهم امين. الحقيقة نشكر لك بهذه المعلومات الجميلة يا ابو مسفر. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين خلف الشاشات، نأمل أن نكون قدمنا ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. تقبلوا تحيات كافة فريق العمل وزميلي عبد الله بن رفعان. هذا عادل بشاري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.